العمود بتاعه بصراحة كان جامد أوي، كان حلو أوي بجد، أول مرّة في حياتي أشوف أحجام بالشكل ده، المسائل كانت واقفة عنده على الآخر، في اللحظة دي قُلت الظاهر كده إن أنا هاشرب لبن، أنا على فكرة باعشق اللبن الجاموسي وباعشق اللبن البقري، طبعًا أنتم فاهمين، أنا باحب اللبن أوي، أجمل حاجة في الدنيا اللبن، سواء في الصبح أو المسا أو الفجر، بصراحة اللبن ده حلو أوي، يجنن، فظيع، وفي أحلى من لبن ولا أجمل من لبن ولا أطعم من لبن، أنا باموت في اللبن. أنا سلمى وعندي 40 سنة، مطلقة من 4 سنين، عايشة لوحدي. أنا الحمد لله ماديًا مبسوطة ومرتاحة جدًا، بس الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصاني الحب، عمري ما لقيته. دورت كتير وعرفت كتير، بس عمري في حياتي ما حسيت بمعنى الحب وبلذة وجمال وسحر الحب مع أي حد عرفته. كل اللي عرفوني للأسف يعني كانوا بيحبوني عشان مصلحة نفسهم وبس. عمري ما حسيت إن في حد بيحبني لشخصي بعيدًا عن فلوسي. المهم كنت عايشة لوحدي، فالوحدة صعبة، فما لقيتش حد مناسب، علشان كده قلت لازم أعيش لوحدي وأكرس كل حياتي لخدمة نفسي وبس. بس فعلا حسيت بالملل، ما قدرتش أكمل في الحياة دي، فقلت على الأقل أجيب خدامة تخدمني أو ست زيي ونسهر مع بعض ونتكلم مع بعض وناكل مع بعض عادي، يعني كأننا صحاب. تمام. المهم رحت لمكتب الشغالين علشان أشوف الشغالة. الراجل بتاع المكتب قال لي إيه، ركزين معايا رجالة، لو سمحتوا قبل ما يعني أكمل باقي القصة، لو سمحتوا تقديرا منكم ليا وعلشان إن شاء الله الفترة اللي جاية أنزل لكم قصص كتير كتيرة جميلة وحلوة ومثيرة، بتمنى إنكم تنزلوا حالا دلوقتي تعملوا إعجاب للفيديو ده واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد من القصص الجميلة اللي احنا بننزلها في القناة دايما. صدقوني، يعني بتنزل القصص دي للعبة والعظة والتعلم، يعني أي مشكلة بنقترحها أو أي قصة فيها عبرة فلازم تستفيد منها علشان ما تكررش الغلط اللي ممكن إحنا نحكيه أو نتكلم عنه في القصة. المهم بعد ما رحت المكتب الخدامات قلت له الراجل اللي بيشتغل فيه، لو سمحت أنا محتاجة خدامة، محتاجة خدامة فعلا لأني وحيدة وعايزة واحدة تخدمني تعمل لي أكل تغسل لي وأنا إن شاء الله أظبطها وأكرمها في الفلوس. قال لي من عيوني. قال لي استني عليا يومين. قلت له ليه يومين؟ أنا عايزاها ضروري، محتاجاها ضروري وآخدها معايا. قال لي للأسف الخدمات اللي عندي خلصوا، مفيش غير رجالة، عندي رجالة إنما النسوين خلصوا. قلت له يعني إيه رجالة؟ أنا مش عايزة رجالة. قال لي لأ، مفيش غيرهم. قلت له طب إيه، طب هستنى عليك كام يوم؟ قال لي مالهم الرجالة، أنا عندي إنسان